ريفالدو العرب، محمود عبد الرازق، شيكابالا. لما من شيكابالا والتاني على شماله والتالت على شماله، هوبا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا شيكابالا، يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. الله 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 الله، سبايس يا شيكابالا، يا حراق يا مشرشر يا شيكا يا مزيكا. اللعيب اللي ساهم في صناعة جزء كبير من شعبية الزمالك، الحريف ابو رجل شمال ما بتجليش. هحكي لكم النهارده عن قصة الاباتشي شيكابالا. شيكابالا من مواليد سنة 1985 واتولد بمحافظة أسوان بمركز إدفو، ومن هو صغير بان عليه حبه للكورة ومهارته الاستثنائية، وبسبب ده قرر والده إنه ياخده القاهرة يعمل اختبارات في نادي الزمالك، وهناك انبهر الناس بموهبته الجبارة وقرر الزمالك ضمه للناشئين. ولما تم شيكا 15 سنة و8 شهور تم تصعيده للفريق الأول مع الزمالك، ويوم 16 يناير 2003 بيشارك شيكابالا لأول مرة كأساسي مع الزمالك أمام غزل المحلة بكأس مصر. وقتها شيكابالا بيقدر يسجل هدف عالمي وبيكون ده أول هدف في مسيرته الكروية، لكن الدنيا ما بتمشيش زي ما شيكا كان متخيل. وفي حضور المدرب الجديد للزمالك فانجادا قل ظهور شيكابالا جدا بسبب كثرة النجوم في الفريق، ولان شيكابالا ما كانش بيربطه عقد مع الزمالك وقتها بيقرر انه يسيب الزمالك، وبيحترف شيكابالا في اوروبا عن طريق بوابة اليونان، وبيمضي شيكابالا مع باوك اليوناني. وهناك شيكابالا بيتم تقديره جدا من النادي، والمدرب بيلبسه رقم 10، وبيقدم هناك شيكابالا مستوى جبار وبيدخل قلب الجمهور، وخصوصا بعد ما قدم اداء عظيم في الديربي امام اولمبياكوس واللي كان بيمتلك وقتها ريفالدو في فريقه، وبيسجل شيكا امامهم، وبيزداد حب الجمهور لشيكا اكتر وبيشبهوه بريفالدو. لا وكمان بيحرجوا ريفالدو الحقيقي وبيهتفوا له بانه محتاج يتعلم الكوره من شيكابالا. وبينتهي موسم عالمي لشيكا وبيرجع شيكا على مصر عشان ياخد اجازته، وبسبب مشكله التجنيد ولما شيكابالا حب يرجع اليونان تاني تم منعه من السفر، ووقتها بيطلب شيكا من الزمالك انه يلعب معاهم لحد ما الموسم الجديد في اليونان يبدا، لكن رئيس النادي ممدوح عباس بيرفض وقتها، وبيقرر عادل القيعي انه يعرض على شيكابالا انه يلعب في الاهلي، وبيوافق شيكا. وبسبب الاخبار اللي انتشرت ان شيكا مضى للاهلي بيكلم الزمالك شيكابالا وبيقرر انه يطلب منه يرجع للفريق تاني، وبسبب حب شيكابالا للنادي بيعتذر للكابتن عادل القيعي وبيقول له انه زملكاوي ومش هيقدر يلعب للاهلي، وبينضم شيكا للزمالك مره تانية. لكن انضمامه للزمالك بيعمل له مشكله قويه جدا، لان الزمالك ما اشتراش اللاعب من باوك وضمه بطريقه غير قانونيه، فوقتها بيتوقف شيكا 7 شهور، لكنه بيلحق عدد ماتشات قليله جدا من نهايه الموسم، وبيرجع شيكا في فورمه اسطوريه، وكمان بيلعب مع الزمالك الديربي وبيقدر يساهم بفوز الزمالك على الاهلي باسيست. وقتها بيتصدم شيكابالا مع جمهور الاهلي اللي كان مشحون من شيكا بسبب عدم انضمامه للفريق، لكن بالرغم ان شيكا لعب في اوروبا الا انه ما كانش بيقدر يستحمل الضغط وكان بينفجر دايما في اي حد بيغلط فيه. وفي تاني ماتش ليه مع الزمالك امام الاهلي بعد العوده بينجح شيكا انه يسجل اول اهدافه امام الاهلي وكمان بيصنع هدف، وبيبقى في مناوشات بسيطه بينه وبين جمهور الاهلي، لكن في القمه اللي بعدها بتحصل مشكله كبيره، وبسبب شتيمه جمهور الاهلي لوالده شيكا ما بيستحملش شيكا الاهانه وبيرفع الجزمه في وش جمهور الاهلي، وبيتوقف 3 ماتشات بعدها. ومن بعد الماتش ده شيكابالا بنى عداوه كبيره جدا بينه وبين جمهور الاهلي. وفي نهايه موسم 2008 بينجح شيكابالا في انه يكسب الكاس مع الزمالك بعد الفوز على انبي، لكن بسبب مشكلته مع باوك بيتوقف شيكا للمره الثانيه 6 شهور، وبينهي شيكا موسم 2008 2009 مع النادي نهايه سيئه جدا، وسط غضب كبير من جمهور الزمالك من الفرقه اللي فنشت المركز السادس وقتها في الدوري. وفي الموسم الجديد بيستمر الزمالك في تقديم اداء سيء، وبيقرر جمهور الزمالك انه يهاجم اللعيبه بسبب سوء النتائج، وعلى راسهم كان شيكابالا اللي بيشد مع جمهور الزمالك وبيتاثر جدا من الهجوم عليه وبيبكي في الملعب وقتها. وبعد الماتش ده بيتم تعيين حسام حسن كمدرب للزمالك، ومع العميد بيقدر الزمالك انه ينقذ الموسم وبيفنش الزمالك في المركز الثاني، لكن في الوقت ده شيكابالا بيقدر يفوز مع المنتخب ببطوله افريقيا 2010. وهنا بقى انا عايزك يا عزيزي تستمتع بالموسم الافضل في تاريخ شيكابالا، عشان شيكابالا يقدر يسجل 13 هدف ويصنع 9 ويفوز شيكابالا بجائزه هداف الدوري وقتها. ولكن بعد موسم بدايته كانت ناجحه جدا للزمالك، لكن الزمالك بيخسر الدوري بسبب سوء النتائج في نهايه الموسم. وفي الموسم الجديد بيقدم شيكا مستوى جيد جدا مع الفريق، وفي ماتش امام الاسماعيلي والزمالك متعادل 2-2 بتوصل اخبار وقت الماتش للعيبه عن مجزره بورسعيد، ووقتها بيرفض اللعيبه على راسهم محمود شيكابالا استكمالهم للماتش احتراما لروح الشهداء، وبيحط شيكا خلافاته مع جمهور الاهلي على جنب، وبيطلع في قناه الاهلي لتقديم واجب العزاء لروح الشهداء، وبيتوقف الدوري وبيستكمل الزمالك دوري الابطال. وفي مباراه امام المغرب الفاسي بمصر واللي الزمالك كان متقدم فيها 2-0 في اول تلت ساعه بيقرر حسن شحاته انه يريح شيكابالا، لكن شيكابالا بيتضايق انه خارج وبيتخانق مع حسن شحاته في موقف ما كانش ليه لازمه، ووقتها بيقرر الزمالك انه يوديه الوسط الاماراتي اعاره، وبيقدم هناك مستوى حلو جدا والجمهور بيحبه، لكن شيكابالا بيتصاب في مباراه امام بانياس وبيسافر شيكا عشان يتعالج في مصر، ويقرر شيكا انه ما يرجعش على الوسط وبيفسخ عقده بالتراضي، وبيرجع الزمالك اللي دايما بيحتضنه بعد كل مرحله فشل ليه. وبسبب استمرار ايقاف الكره في مصر
بيغيب شيكابالا عن المباريات لمدة 10 شهور، وبعدها بينجح شيكا في الفوز بكاس مصر مع الزمالك بعد تسجيله في النهائي امام وادي دجلة. لكن بيجي وقتها لشيكا عرض من سبورتنج لشبونة وبيقرر شيكا انه يمشي من الزمالك، وهناك بياخد شيكا رقم 7، الرقم اللي كان بيلبسه اسطورة البرتغال لويس فيجو مع الفريق. ولكن شيكابالا بيتصاب في اول ماتش ليه مع الفرقة، وبينتهي موسم شيكابالا مع الفريق بعد ما لعب ماتشين بس، وبيستعد شيكا للموسم الجديد. وفي بداية الموسم بيلاعب سبورتنج الاتحاد السكندري في ماتش ودي احتفالا بمئوية الاتحاد، وبعد نهاية المباراة بيقرر شيكا عدم السفر مع الفريق بحجة انه مطلوب للتجنيد، ووقتها بيغضب النادي من شيكا وبيقرر يفسخ عقده، وبسبب ان القيد بتاع الزمالك كان خلص بيقعد شيكا في البيت بدون لعب كورة لمدة سنة ونص. وفي 2015 بيطلع شيكابالا اعارة للاسماعيلي لمدة سنة، وهناك بيسجل شيكا جونين وبيصنع 4 في 8 ماتشات، ويقرر الزمالك انه يرجعه في يناير 2016. وفي الموسم ده بيصبح شيكا كابتن الفريق، وبيقدر يفوز بكاس مصر مع الفريق بعد ما عمل اسيست امام الاهلي في النهائي. وفي نص نهائي دوري الابطال بيسجل وبيصنع شيكا امام الوداد المغربي، وبيصعد للنهائي لاول مرة من 14 سنة، لكن شيكا بيخسر النهائي امام سان داونز. وفي موسم 2016 2017 بيقدم شيكابالا اقل مواسمه مع الفريق، وفي موسم 2017 2018 بيطلع شيكابالا اعاره لمده سنه لنادي الرائد السعودي، وهناك شيكابالا بيقدم مستوى عظيم، وفي 25 ماتش بيسجل شيكابالا 10 اهداف وبيصنع 5، ويكون وقتها هو رابع الهدافين للدوري السعودي. وكمان بينضم شيكا لقائمه المنتخب المشاركه في كاس العالم روسيا 2018، لكنه ما بيشاركش في اي ماتش، وبتنتهي اعاره شيكا مع الرائد وبيرجع للزمالك. لكن مدرب الزمالك وقتها جروس بيرفض وجوده في الفريق، وبيطلع شيكابالا اعاره على اليونان مره تانية، ووقتها بتكون عن طريق بوابه ابولون. ولكن في موسم هو الاسوأ في تاريخ شيكا بيسجل شيكابالا هدف وبيصنع زيه، وبيرجع شيكابالا تاني للزمالك وبيشارك في نهائي كاس مصر امام بيراميدز، وبيصنع وقتها هدف في فوز الزمالك 3-0 وبيتوج بالكاس. لكن في الوقت ده بسبب عامل السن شيكابالا ما بقاش هو اللاعب اللي بيقدر يلعب ماتشات كامله او يشارك بشكل اساسي مع الفريق. بطريقه اوضح شيكابالا جاي ينهي مسيرته مع الزمالك، وقدر شيكا في 2020 انه يفوز بالسوبر الافريقي على الترجي وبالسوبر المصري من الاهلي. ولكن في الماتش ده شيكا ما جابهاش لبره وراح عمل حركات لجمهور الاهلي، وبسبب اللقطه دي بيتوقف شيكابالا لمده 8 شهور. وفي الموسم ده بينجح الزمالك في انه يوصل نهائي دوري ابطال افريقيا، وشيكا بيشارك بشكل اساسي، ووقتها بيسجل هدف اقل ما يقال عنه انه عالمي. ولكن لسوء حظ شيكابالا بيخرج من الماتش مصاب، وبيخسر الزمالك النهائي من الاهلي وقتها. لكن شيكابالا كان محظوظ لانه تواجد وسط جيل بيمتلك لعيبه كويسه جدا، وبيقدر شيكابالا معاهم انه يفوز بالدوري مرتين وبالكاس مره وبالكونفدراليه وسوبر القرن الافريقي 2024. من كام يوم شيكابالا قرر انه ينهي مسيرته ويعتزل بنهايه الموسم الحالي. تتفق او تختلف مع مواقف شيكا، لكن ما تقدرش تنكر ابدا عن انه لاعب من اهم اللعيبه في تاريخ الزمالك ومن امهر اللعيبه في تاريخ مصر. يمكن شيكا ما توفقش في اكتر من موسم ليه بسبب تصرفاته، لكن ده ما يمحيش تاريخه الكبير. اصل شيكابالا يا عزيزي فاز ب4 دوري و5 كاس و3 سوبر افريقي ودوري ابطال افريقيا كونفدراليه وسوبر مصري، وكمان فاز مع المنتخب افريقيا 2010 وتواجد في قائمه الفريق اللي راحت كاس عالم 2018. اضافه على ده كمان فوزه بجائزه هداف الدوري المصري سنه 2011. شيكابالا يا عزيزي هو 8 الهدافين التاريخيين للزمالك. شيكابالا قدر طول مسيرته انه يسجل 94 هدف ويصنع 109، ارقام اسطوريه وانجازات تاريخيه. اللاعب لو كان بيمتلك العقليه لاصبح هو الافضل في تاريخ مصر. شيكابالا على المنافسين وما